الناس اسهل حاجة عليهم يهاجم المشايخ، لان المشايخ دول اعداء الامة مثلا. اسهل حاجة، والناس اللي من الكلأ المباح الشيوخ فين؟ اهم حاجة الشيوخ فين؟ الشيوخ تعمل كذا كذا كذا، الشيخ يعمل كذا كذا كذا. طبعا اول حاجة القضية غير معروفة غير معروفة. انا يعني اقول لكم زكريا بطرس اللي قاعد يهوهو على قناة الحية كام سنة وقاعد على البلتوك وحصل ردود عليه وكذا وكذا، انت لو مشيت للشعب المصري تسأله عن زكريا بطرس اغلب الناس ما يعرفوش مين زكريا بطرس اصلا. اغلب الناس لا يعرف زكريا بطرس ولا اي حاجة من اللي بيعملها زكريا بطرس نهائي. لكن اللي احنا عايشين الكلام ده في البلتوك وقاعدين نرد عليه ونعمل كذا ونعمل كذا، فاحنا فاكرين ان هو يعني مشهور. لا، هو مش مشهور، ولا ده في مشايخ ما يعرفوش عنه حاجة اصلا. فدي نقطة مهمة جدا لازم تبقى فاهم هذا الامر. فبعض الناس يقول لك لا اكيد المشايخ عارفين. الناس ما بتبقاش عارفة الشيخ ده عايش ازاي اصلا. الشيخ ما عندوش وقت يمسك جريدة الاهرام يقراها. يعني المشايخ بيبقى فيه وقته، يعني في مليون حاجة بيعملها. عنده طلاب وعنده ناس جايين له، عنده مثلا درس هنا، عنده خطبة هنا، عنده تسجيل في الفضائية هنا، عنده سفر، عنده مؤتمر، عنده كتاب بيعمله. بيبقى وقتهم يعني ضيق جدا. فأحيانا بيبقى بتصلهم الأخبار من خلال تلامذتهم. يجي تلميذ ده يقول له والله يا شيخ في كذا 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 ويصور له الجورنال. لكن ان الشيخ مثلا هيقعد على الانترنت يقعد يدور ولا يخش يقرا من جريدة المصريون، الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل. يعني نادرا جدا ما تلاقي شيخ عنده وقت يعمل الكلام ده. فلما يجي واحد يقول لك المشايخ منقطعين عن الواقع، طب هو الواقع ده اللي انت بتتكلم عنه كله عارف كاميليا؟ انا بقول لك مش عارفين زكريا بطرس ما يعرفوش. كام واحد من ال 85 مليون يعرف اذا كان موضوع كاميليا ده؟ يعني كام واحد من ال 80 مليون ولا 85 مليون يعرف موضوع كاميليا؟ فالواقع حقيقة ان ده مش منتشر، ده ما هواش منتشر في الواقع. فعلشان بس الناس اللي بتقول لك المشايخ منقطعين عن الواقع، لا، انت الواقع بتاعك اصلا ما يعرفش. الواقع بتاعك ما يعرفش، لانه وسائل الاعلام لا تتكلم في هذا الموضوع. لانه اخواتنا ما لهمش ناس تبكيهم بصراحة، ما لهمش حد يبكي عليهم، لا يعني حتى من باب الانسانية يعني، ولا من باب يعني الكلام ده. فللاسف احنا عايشين احنا واقع البلتوك، لكن المشايخ مش موجودين في الواقع ده. فدي اول نقطة. النقطة الثانية في هذا الموضوع انه ما ادراك ما حسابات الشيخ. الشيخ له حسابات. هو انت فاكر ان الشيخ ده على الفضائية بتاعته دي ملاكي؟ يعني يقدر يطلع يتكلم في اي موضوع هو عاوزه؟ لا طبعا. ممكن تأتي اوامر للقناة ممنوع تتكلموا في هذا. هو ما يقدرش يؤذي القناة، يعني ما يقدرش يؤذي القناة، وممكن ما يقدرش يتكلم في القناة. كذلك ممكن يكون له ملفات اخرى. هو عارف لو انا اتكلمت في هذا الموضوع يعني مثلا هيوقفوني، هيمنعوا لي الدروس بتاعتي خالص، وهو يكون بيعمل خير. احيانا هؤلاء المشايخ لهم جهود اجتماعية كبيرة جدا. في بعض المساجد اللي فيها مشايخنا بتطعم 1000 أسرة مسكينة، 1000 أسرة وأكثر من 1000 أسرة بتطعمهم شهريا، بتوصل لهم طعام شهريا، بتعلم الناس، بتفتح دروس تقوية، بتعمل كذا بتعمل كذا، بيعلموا الناس السنة. واخد بالك؟ لهم طلاب علم بالآلاف، ناس بتجيلهم بالآلاف من كل أنحاء العالم. فهو له حساباته. الشيخ ممكن يقول لك انا لو انا اتكلمت في الموضوع ده هيقفلوا لي كل حاجة، يقفلوا لي كل حاجة. فيقول لك يبقى مسألة مصالح ومفاسد. الامر الاخر ما ادرى الشيخ ان هو لو اتكلم تأثير كلامه هيبقى ايه مدى تأثير كلام الشيخ. اديكوا شفتوا الناس لما تيجي تقول لهم بيخافوا من الامن، وده حقهم بصراحة، بيخافوا من الامن. فما يضمنش في كم واحد هيبقى وراه. يعني الشيخ يتكلم ويعرض نفسه هو للبهدلة وللطحن وكذا وكذا بدون ما يبقى فيه مردود قوي.
فهو برضه بيحسبها، يقول لك انا لو اتكلمت ايه مدى المصالح اللي هتتحقق في هذا الامر. له حساباته، فممكن حساباته تتفق معاه وتختلف معاه، لكن هو له حسابات معينة. فالرجل يسعه ان يبقى لن يتكلم عن اي قضايا اذا لو هذه هي الحسابات. والله ده رأيك اختنا المسلمة، ده رأيك، لكن هو عموم المسألة مش متاخدش فتح صدر. كل حاجة لازم تكون لها حسابات، كل شيء لابد ان يكون له حسابات. ده الواقع بيقول كده والشرع بيقول كده. فانا ما انا بقى محجورش على الشيخ واخليه يعني يفكر بدماغي انا. بدماغي انا ما ينفعش، لازم انه يعني ان انا افهم الشيخ بيعمل ايه وبيفكر ازاي وحساباته ايه ومصالح والمفاسد اللي عنده ايه، علشان يقدر ان هو يعني يتكلم في النهاية. لكن هذا الشيخ بيتعرض للكثير من الابتلاءات. الشيخ بيبقى مرصود امنيا وبيبقى مضغوط عليه، وفي مشايخ اعتقلوا قبل كده ويعني اوذوا في سبيل الله عز وجل. فالمسألة انه لازم ان احنا نفهم الناس دي بتفكر ازاي، هل اصلا وصلهم الموضوع، لو وصلهم هذا الموضوع ايه مدى قدرتهم على الكلام في هذا الموضوع، وهل لو تكلموا سيتحقق مصلحة ام لا. اما ان احنا يعني مثلا نقول انه الاساوسة اشجع من المشايخ، والله هذا بهتان عظيم للشيوخنا، هذا كلام بهتان عظيم للمشايخ. لانه الاساوسة كانوا رايحين الازهر معاهم الامن بيساعدهم، عمر الاساوسة ما كانوا شجعان ابدا. الاساوسة اجبن خلق الله والنصارى اجبن خلق الله، لكن هم كانوا رايحين الازهر الامن معاهم بيساعدهم وبيحميهم. لكن انت لما تطلع جوه المسجد الامن ضدك، هيعتقلك ويضربك. يبقى انت ازاي تقارن بين موقف القساوسة وموقف الشيوخ؟ الاساوسة دول وراهم يعني ناس بتتحرك وراهم، يعني يدي الامر بالتليفون انه يجي مئات والاف من النصارى يعملوا مظاهرة بييجوا ويتحركوا، والامن ما بيقدرش يمنعهم ولا يوقفهم. فالنصارى بيجمعوا نفسهم بالتليفون بالرسائل الموبايل كده، يجمعوا نفسهم يروحوا يعملوا مظاهرة في الكاتدرائية من كل انحاء الجمهورية، بيروحوا محدش بيوقفهم، بيروحوا وبيوقفوا وبيعملوا مظاهرات. وساويرس بيبعت لهم اكل من شيراتون وهم قاعدين بيعملوا المسيرة، يقعدوا ياكلوا ويعملوا اخر حلاوة يعني. فاذا لا الدولة واقفة قصادهم سايباهم بيعملوا المظاهرات. الدولة ما دخلتش جوه الكاتدرائية زي ما دخلوا النهاردة جوه مسجد النور، فضوا المظاهرات وفرقوا الناس، ما وقفوش جوه، بالعكس بيسيبوهم بيخشوا جوه الكاتدرائية بالاتوبيسات بالاعداد بالمئات والالاف، بيخشوا جايين من كل حتة والاكل داخل لهم وكل حاجة وقاعدين 100. وكذلك ايضا في المظاهرات بتاعت المنيا يقف ويتحدوا الامن، وقفوا ويتحدوا الامن والامن ما لهمش حاجة. فهم اذا موقفهم اقوى من موقف يعني الامن بيساندهم وهم واقفين قصاد الامن. لكن احنا الامن يعمل فينا ايه؟ انتوا عارفين الامن هيجي يهجم وهيمسك وهيعتقل وهيرمي في السجن، ولا حد هيتكلم، ولا حد بيتكلم اصلا، ولا حد بيعمل لهم حاجة. فمشايخنا ما نحسب فيهم الا خيرا وهم اشجع الناس، لكن مسألة انه حسابات. والمشايخ مش لازم يمشوا بكلام العام اللي قاعد وكان جاري بق سهل جدا، لا احنا نروح ونعمل ومش عارف ايه. وقت الجد كله لما اخد قلمين مش هتلاقي يقف معاك الا قلة قليلة اللي هيقفوا. وياما شفنا ناس اتكلمت وفي الاخر لما اعتقلوا ما حدش عمل لهم حاجة. الشيخ فوزي السعيد لما كان بيخطب في 20,000 ولا 25,000 واحد، لما قفلوا المسجد حد اتكلم؟ ولا حد اتكلم. لما ضموا المسجد الاوقاف حد اتكلم؟ حد قدر يقول لا؟ حد قدر يقول بم؟ ولا حد اتكلم. واعتقل الشيخ نشأت كان بيخطب في الالاف من الناس وبرضه كان بيقول كلام الحق، ولكن برضه لما جه اعتقل ما حدش اتكلم. وغيرهم الشيخ محمد المقصود معتقل ما حدش اتكلم برضه. ففي ناس يعني يا اخوة المقصد اللي انا عاوز اقوله، بلاش يعني ايه يعني نقعد ناكل في لحم الشيوخ ونخلي قضيتنا كأنه الشيوخ هم الايه المشكلة.
يكفي الشيوخ يعني خيرا ان هم بيعلموا الناس الدين، يكفيهم خيرا ان هم بينصروا السنة. ولو كل المشايخ كل شوية واحد طلع عمل حاجة اعتقل، لن نجد احد يرد على منكر السنة وعلى الذين يثيرون الافتراءات والذين يعني يثيرون الشبهات بين الناس. مش مصلحة شرعية برضو ان احنا نلاقي شيوخ يردوا؟ مين اللي هيرد على الناس اللي بتشكك في البخاري؟ مين اللي هيرد على الناس اللي قاعدة تثير الافتراءات؟ مين هيرد على علي جمعة المبتدع الضال اللي قاعد ينشر في بدعه وضلالاته؟ مين اللي هيرد على الناس دي لو ما كانش المشايخ ترد؟ واللي احنا عاوزين بقى في كل قضية خلي الشيوخ تعتقل، واحنا بعد كده نقعد نمصمص شفايفنا وحسبنا الله ونعم الوكيل وبس. فلازم يا اخوه يبقى فيه حسابات ومصالح ومفاسد، لازم يكون في ناس بتتصدى لهذه البدع وتعلم الناس، زي ما المفروض برضه يكون لنا دور في مواجهة هذه القضايا. فاحنا لازم يعني ما نبقاش بنحكم على الناس من منطلقنا احنا، لا انتم تعلموا اكثر من المشايخ ولا علمكم زي علمهم، خلي الراجل يجي يتكلم عن نفسه. ف يعني الناس يا اخواننا ليها حساباتها، والناس ليها يعني ما تنظر ليه وعندها اعمال بتحميها. فوالله نقول لهم برضو جزاكم الله خيرا، دي حساباتكم، اختلفنا معاهم طب ان احنا مختلفين معاهم مفيش مشكلة، يعني مفيش مشكلة ان انت تختلف معاه تقول والله انا رأيي ان هو كان افضل يعمل كذا وكذا، والله رأيك انت هو مش ملزم برأيك. الراجل رجل عاقل وراجل عنده علم وعنده دين وعنده يعني افكار، وهو بيحسب بطريقته وهو اعلم بحاله هو. انت بذلك توصلهم للعصمة؟ لا، ما وصلتهمش للعصمة يا استاذ اسلام، هذا ادعاء باطل. يا اما ان حضرتك ما بتفهمش كويس واخد بالك، يا اما انك بتقول اي كلام وخلاص. انا ما وصلتهم للعصمة، ما يفهم هذا الكلام الا شخص يعني مضل اصلا يعني، واخد بالك. انا قلت ان هم عندهم عصمة، انا قلت ان عندهم عصمة، هذا كلام ضلال منك واخد بالك. انا ابرر لهم لكن ما اقولش ان عندهم عصمة واخد بالك. فانتقي الفاظك وما تقولش كلام ضال، على انك انت كده يعني كأنك بتتهمني ان انا اقول بعصمة الائمة، بتتهمني بالابتداع. فاتقي الله سبحانه وتعالى وخلي لسانك كده يبقى حلو على المسلمين واخد بالك. انا من حقي ان انا ابرر للمشايخ، ان المشايخ دول نحسبهم على خير، وان الدين امرنا ان نلتمس الاعذار للناس وللمسلمين، فالدين امرنا بهذا. ده مش مقصودك، يبقى انتقي الفاظك واعرف تتكلم ازاي، يبقى انتقي الفاظك واعرف تتكلم قبل ما تطلع الكلمة، يبقى انتقيها الاحسن واخد بالك. نتيجة تقول لي تقول لهم بتقول عليهم بالعصمة، مين اللي يقول بالعصمة لغير الانبياء الا المبتدع ضال؟ من يقول بهذا؟ فانا اقول ممكن اخالف المشايخ، ممكن اخالفهم، لكن هذا ليس ذريعة اني اقع فيهم وان انا اقعد اتكلم عليهم واقول ان المشايخ أجبن من القساوسة. هذا بهتان للمشايخ، هذا ضلال، ما يصح هذا الكلام أبدا، إنك تقول إن المشايخ أجبن من الأساوسة. الأساوسة المجرمين اللي جايين مع الأمن بيحميهم بالأسلحة، تقول ما هو الأمن بيحميهم، هيخافوا من إيه أصلا؟ هم الأساوسة خايفين من إيه؟ إذا كان الأمن جاي معاهم بيحميهم وهو اللي بيأمر بتسليم كاميليا ليهم، الأمن بنفسه هو اللي بيسلموا لهم كاميليا، فهو اصلا مش خايف من حاجة، لان الامن اساسا خايف منه، هو اللي بيدي الاوامر للامن. ف يعني الامر يا اخوة يعني بصراحة مقارنة ظالمة جدا جدا، يعني مقارنة ظالمة جدا لما الناس تقارن الناس اللي هم اصلا الامن خايف منهم، والامن اللي بيسلم لهم البنات وبيسلم لهم الاخوات، والامن هو اللي بيحميهم، تقارنهم بناس الامن هو اللي اذيهم، والامن هو اللي بيعتقلهم، والامن هو اللي يعني بيضيق عليهم. فهذا كلام بصراحة ما فيهوش ابدا يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الانصاف يعني. فكل واحد له قضيته، كل واحد له افكاره، انت اختلف معاه مش لازم تهاجمه، هو عشان ما طلعش معاك في المظاهرة. افرض هو مش مقتنع بجدوى المظاهرة دي، يعني هاب ان واحد مش مقتنع ان المظاهرة لها جدوى، يبقى خلاص يبقى الراجل ده مبتدع ضال او جبان، هو مش مقتنع ان دي ملهاش جدوى، مقتنع ان الناس مش هتطلع، ان الامن هيقمعها، لانها فعلا ما كانتش منظمة وما فيهاش اسباب النجاح، ما فيهاش مقومات النجاح. هو والواقع اثبت ان هو فعلا ما كانتش ليها